بتاع التسويق رافع لي سقف توقعاتي، بتاع المبيعات ضحك في وشي وقال لي ان القهوه عندنا دي احسن حاجه في الدنيا، بتاع تطوير الاعمال بيبيع الملف وبيطلب مستثمرين على القهوه، لكن كمان جات لي القهوه عاديه. انا عمال برفع سقف توقعات الزبون بتاعي وداخل لقى حاجه اقل من العاديه، لقى خدمه ضعيفه جدا، لقى الناس اللي بتنزل له القهوه مش لابسين كويس، مش بيضحكوا في وشه، مكشرين، الكرسي اللي هو بيقعد عليه مش احسن كرسي في الدنيا، المكان مش مريح، الاضاءات مش كويسه. التشغيل يا جماعه ده عالم قائم، مش بس انا باخد من مورد ارخص من مورد. رجعنا لكم تاني عشان نتكلم على الإدارة الرابعة. فاكرينها؟ احنا الإدارة الرابعة عندنا هي التشغيل يا جماعة. التشغيل ده ناس كتير فاهماه بطريقة مختلفة شوية. أنا مش بتكلم عن التشغيل اللي هو الناس بتقف بنجيب القهوة منين، الموردين، طب احنا مطعم فبناخد الطماطم من عند فلان والخيار من عند علان. بس احنا بنتكلم عن إدارة التشغيل ومسؤوليتها ناحية البيزنس. الكلمة دي لازم تاخدوا بالكم منها جدا 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 جدا. الراجل اللي بتاع التسويق بدأ ينادي على المنتج. انت قعدت شرحت له ايه المنتج بتاعك، احنا بنعمل قهوة عظيمة جدا، احسن اختراع بعد الكهرباء، فاحنا هنشوف القهوة بتاعتنا دي ممتازة، فلو سمحت يا جماعة بتوع التسويق تعالوا صوروا لنا القهوة، وعايزين ننزل على الصفحات بتاعتنا ان احنا عندنا اعظم قهوة في الدنيا، وقهوتنا خطيرة، والبن بتاعنا ده بننتجه مخصوص وبنجيبه من الامازون. يعني قول كل ما انت عايزه. فالراجل بتاع التسويق عمل لك احسن اعلان في الدنيا، وعمل لك حاجة شكلها شيك قوي قوي قوي، وصور جميلة جدا جدا. الراجل بتاع المبيعات بتاع حضرتك الويتر لما جاب له الناس، هوبا احنا عندنا قهوه جميله والله افضل قهوه موجوده في الدنيا. الراجل بتاع تطوير الاعمال فاهم ان احنا محتاجين ان احنا نبقى بنشتغل على القهوه كويس، واحنا بنجهز دلوقتي ملف عن القهوه، وان الكافيه بتاعنا دوت يبقى الفلاج شيب بتاعه او التون اللي احنا بنتكلم بيه في السوق، او هنعرضه على المستثمرين، استثمر في احسن كافيه بيعمل احسن قهوه موجوده عندنا. فالثلاث ادارات دول شغالين على حاجه. جه الراجل بقى اللي واقف في المطبخ عند حضرتك عمل كوبايه القهوه من غير وش، عمل كوبايه القهوه ونسي يحط حاجه معينه، او نسي يزود حاجه معينه، او الخلطه السريه بتاعت حضرتك عملها وعمل من البن اللي هو بيشرب منه. انت ضيعت الدنيا. الراجل بتاع التشغيل اللي موجود عندك ده سيبك ان انت بقى هترفده هتمشيه هتخصم له، ده موضوع يخصك، لكن انت مش فاهم انت ضيعت مجهود كام شخص. مجهودك انت كصاحب عمل، مجهود الناس بتوع التسويق، مجهود الراجل البياع اللي لسانه حلو بره، الجماعه بتوع تطوير الاعمال اللي شغالين على خطه توسعاتك المستقبليه دي كلها، الراجل اللي عمل البن غلط، او اللي ما غلاش القهوه مظبوط، او اللي ما حطش الميه اللي المفروض نحط منها، ولا ما حطش عليها شويه السكر، ولا بعد ما عمل كل الكلام ده صح قام حاططهم في فنجان مش شكله مش كويس او مش مغسول كويس، قام بعد وهو بيعملهم دلقهم على الراجل او كشر في وشه وهو بيديها له. انت دمرت كل حاجه. لازم تبقوا انتوا فاهمين الدايره بتاعت الشق التجاري دي دايره مهمه جدا 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 جدا. ما ينفعش يبقى انا بسوق، اشطر مسوق في الدنيا هيجي يعمل لك الاعلان مش هيعرف يعالج الموضوع لو انت دلقت القهوه على الراجل، ولا دوقت كوبايه قهوه مش مظبوطه، ولا القهوه ما كانتش هي المفروض انها تنزل له، او الفناجيل ما كانتش نظيفه، او القعده اللي هو قاعد عليها الراجل ما كانتش كويسه. كل الكلام ده مش هيسترك فيه. سيلز مهما كان لسانه لطيف، واحنا بنعتذر يا فندم والله وحالا هنغير لحضرتك، برضه ترك اثر. الموضوع ينفع يتهندل، الموضوع ينفع يتلحق، بس ترك اثر ان لا القهوه مش هي دي الاكسبكتيشن. انا جاي بتاع التسويق رافع لي سقف توقعاتي، بتاع المبيعات ضحك في وشي وقال لي ان القهوه عندنا دي احسن حاجه في الدنيا، بتاع تطوير الاعمال بيبيع الملف وبيطلب مستثمرين على القهوه، لكن كمان جات لي القهوه عاديه. انا عمال برفع سقف توقعات الزبون بتاعي وداخل لقى حاجه اقل من العاديه، لقى خدمه ضعيفه جدا، لقى الناس اللي بتنزل له القهوه مش لابسين كويس، مش بيضحكوا في وشه، مكشرين، الكرسي اللي هو بيقعد عليه مش احسن كرسي في الدنيا، المكان مش مريح، الاضاءات مش كويسه. التشغيل يا جماعه ده عالم قائم، مش بس انا باخد من مورد ارخص من مورد، انا بجيب حته اللحمه دي من مكان ومكان تاني لا بيديها لي بسعر اغلى، فانا ما باخدش منه. طب ما انت ضحيت بجوده. فانت عندك مشكله كبيره يفيد جدا في التشغيل، هتدمر لك الحلقه كلها اللي انت بتحاول ان انت تبنيها. طبعا مش هقول لك بقى بتدمر لك البيزنس بتاعك شخصيا لان دي مفهومه هتجوز وزاوت سينج زي ما بيقولوا، بس انت لازم تبقى انت فاهم ان محور ارتكاز البيزنس بتاعك قائم على المطبخ، مش في الموردين والتكاليف، قائم على المطبخ في تشغيله، لان هو ده اللي بيعمل فولفيلمنت، او بيعمل الاشباع، او بيعمل رغبه التلاقي، او بيعمل النتيجه النهائيه اللي بيشتغل عليها الفريق كله. من اول حضرتك كصاحب عمل
للمسوقين بتوعك، للبياعين بتوعك، للمطورين بتوعك. دول كلهم عطلانين في الاخر على كوبايه القهوه اللي هتتحط في الطبق قدام الراجل. لازم يبقى الطبق مظبوط، لازم يبقى البن مظبوط، لازم يبقى الراجل واخد كل محاذير وكل التعليمات اللي احنا متفقين عليها من الالف الى الياء. دايره التشغيل مهمه جدا، دايره التسويق مهمه جدا، دايره السيلز مهمه جدا، دايره تطوير الاعمال مهمه جدا. لو قدرت ان انت تتحكم في الاربع دوائر دول وتحسنهم باستمرار وتبقى بتشتغل عليهم مع محترفين فاهمين كل واحد شغلته عامله ازاي، ثق تماما ان انت البيزنس بتاعك دوت باذن الله باذن الله باذن الله مكمل في الاتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح ده مش ان هو بيحقق لك فلوس وخلاص، الاتجاه الصحيح ده انت بتبني براند قوي، ان انت بتبني اسم تجاري له وضعه وله وزنه في السوق، تقدر بعد كده ان انت تنافس بيه منتجات محليه، منتجات اقليميه، منتجات عالميه. تقدر ان انت تبقى عندك خطط توسعيه سواء جوه بلدك، جوه منطقتك، او جوه حتى العالم. ما تفكروش في اسماء البراندات اللي موجوده في العالم، انا مش عايز عشان ما بقاش بقول اعلانات، بس اسماء كتيره زي ماكدونالدز، زي كنتاكي، زي بيتزا هات، زي بيتزا، زي وات ستاربكس. كل الناس دي كلها بدات مشروعاتها زي ما حضرتك بدات المشروع بتاعك، بس هم اهتموا بالحاجات دي في اوقات كتير ما كانتش الناس بتهتم بيها. ما كانتش الناس فاهمه يعني ايه تسويق، ما كانتش الناس فاهمه يعني ايه سيلز، ما كانتش الناس فاهمه يعني ايه تطوير اعمال. انت مش اقل من دول، ربنا يكرمك وتبقى احسن منهم كمان، بس اهتم باللي هم اهتموا بيه. الناس دي بتفهم بيزنس كويس، مش بتفهم احسن برجر وخلاص ولا احسن كوبايه قهوه وخلاص، لا، هو فاهم ازاي يوصل للناس ان دي احسن كوبايه قهوه، ازاي يوصل للناس ان ده احسن برجر، ازاي يوصل للناس ان دي احسن فرايد تشيكن، ازاي وهكذا. مهم جدا تهتم بالعناصر دي. ان شاء الله الفتره اللي جايه هنبقى بنتكلم معاكم على مشروعات حقيقيه مع ناس شغالين في البيزنس بقالهم سنه 2 3 4، يا اما عندهم تعثر في حته معينه، يا اما فتحوا وقفلوا، يا اما فتحوا وقفلوا وبيحاولوا يفتحوا تاني دلوقتي وعايزين يتفادوا الاخطاء اللي هم وقعوا فيها المرحله اللي فاتت. هنحاول نساعدهم ونساعدكم. يا ريت الاسئله بتاعتكم انا عايز استناها، ناس كتير قوي اللي بتبعت لنا وبيكلموني، في ناس بيوقفوني بيقولوا لي رايك في الحاجات دي. انا موجود يا جماعه في اي وقت، ابعت لي، انا اللي برد على الحاجه، ما عنديش تيم بيرد عليا، الشباب اللي معايا كلهم انا اللي برد على الاسئله بنفسي. عايزين قدر المستطاع نرتقي بشكل البيزنس بتاعنا، احنا نقدر. انت عندك بذره طيبه، حاول ان احنا بس نوفر لها البيئه الخصبه، صدقني هتنجح وصدقني هتكبر. ان شاء الله ان شاء الله دايما من احسن لاحسن، ونشوفكم على خير باذن الله. شكرا.